استاذ احمد، كيف الحال؟ شلونك؟ عساك بخير يا استاذ احمد. انا والله داخل التوك توك يا استاذ احمد. الناس مطيرتك في السماء ما شاء الله. ما تزعل علي لو اقول انا احسدك على اللي انت فيه، ما شاء الله تبارك الله. الله يا اخي، هذا اذا حبك الله سبحانه وتعالى حبب فيك خلقه. والله يتكلمون عن كلام يا ابو حميد. والله اني سعدت، اني كاني اسمع المديح هذا ببيتي وبعيالي. قسما بالله. والله كانت بنتي تقول تمدح فيك، بس تقول مبالغة. لكن الآن لا يا أحمد، والله ما شاء الله تبارك الله. أنا أهنيك. وهذا ندلدل على التربية الحسنة يا أحمد، والمصداقية مع الناس. أنت صادق، وشوف الله سبحانه وتعالى كيف النجاح إن شاء الله الملموس. فأنت تستاهل كل خير والله. وأنا الحقيقة الشرف لي اللي تعرفت على أمثالك، قسما بالله العظيم. فالله يوفقك ويرزقك من واسع فضله وإلى الأمام يا أبو حميد. المصداقية والصدق مع الناس ومحبة الناس، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فأخوك الكبير يوصيك، احرص عليها يا أحمد، لا تفرط فيها. والله لا تفرط فيها. والله يحب الناس ترى شيء كبير كبير. وفقك الله وسمح الله أمرك وأصلح لك النية والذرية. وألف ألف 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 مبروك على الثناء الطيب من حريم ومن أولاد ومن رجال ومن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. أتمنى لك التوفيق دوم دوم يا أبو حميد. إذا كان في لك تقييم بأي مكان والله يشرفني إني أقيمك يا أبو حميد، لأن الحقيقة بنتي إلى اليوم تتشكر فيك، أقسم بالله العظيم. فأنا شاكر ومقدر لطفك وكلامك الطيب